اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا ابدا بنفسك. النهارده هنتكلم عن اسباب الطلاق، وخصوصا ان الطلاق انتشر كتير الفتره اللي فاتت، لان نسبه الطلاق زادت من 14% ل 27% من 2022 ل 2023. بس دي كان اسبابها حاجات كتيره قوي، من ضمنها دور الاهل او الاسره او رب الاسره. دلوقتي لما بنيجي نتكلم مثلا عن الاسره، ان احنا مثلا كاسره مجتمعه ببعضها، في حاجه مثلا حلوه ما احنا بنعملها كل سنه، حاجه احنا متعودين عليها كل سنه، بنلاقي ان احنا مثلا كل مره بينقص مننا حد. ايه اسباب الحاجات دي؟ هقول لك دلوقتي اسباب الحاجات دي ايه. لما اجي مثلا انا كرب اسره متعود ان انا وليكن ان انا متعود اني اطلع اسرتي مره في السنه او مرتين في السنه سفر بره، بنسافر كل سنه مره او مرتين. لما بيجي مثلا انا بعتذر عن مره فيهم، او ان انا ظروفي ما بتسمحش ان انا ابدا ان انا اطلعهم السفريه اللي هم متعودين عليها، بيبتدوا ان هم يلاقوا ان انا بيحسوا ان انا مثلا كده بخيل عليهم، ان انا مش قادر مش مقتدر. بيبتدي الزوجه برضو انها تبتدي انها تقول كلام مستفز برضو للزوج، اللي هو اشمعنى فلانه خرجت، اشمعنى فلان راحت، اشمعنى. وخصوصا دلوقتي واحنا في مجال السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا دلوقتي عباره عن البلوجر دي سافرت بالي، البلوجر دي سافرت سويسرا، دي راحت دبي، كل واحده فيهم بتعلي على الثانيه عشان خاطر الريتش يزيد. طبعا احنا قاعدين في البيت ماسكين الموبايلات، اشمعنى دي بتروح فلان، اشمعنى دي بتروح في الحته دي، اشمعنى دي بتروح في الحته دي. احب اقول لك حاجه بسيطه، ان انت حياتك مش زيهم، انت حياتك طبيعيه على الاقل. هم حياتهم بتبقى كلها ترندات، حياتهم كلها فيك بمعنى اصح. يعني انا دلوقتي لما تجيلي حاجه للبرودكت مثلا انا عرضاه، او حاجه ان انا حابه ان انا اعملها، او اتيليه جديد انا عايزه افتحه، فبروح لمين؟ بروح لحد مشهور ان هو يعمل لي الكومبيشن ده. لما بيروح عشان خاطر يعمل لي الكوميشن ده، كل حاجه هو بيقولها لي انا هاخد كذا، فطبيعي انت بتوافق. ليه؟ لان انت لسه بتبتدي حياتك. لو انت معاك الميزانيه دي ان انت تبتدي تخش فيها اوريدي تمام، خش وكمل. لو انت مش معاك الميزانيه دي، بتبدا تعمل ايه؟ بتدور على حد اقل منه. يعني مثلا انا لما اجي اطلب حد الاعلان عندي، وليكن في اتيليه او حاجه اكسسوارز جديده او اي براند انا بعمله جديد، حبيت ان انا اجيب حد من دول اللي هم المفروض ان هم معروفين ومشهورين وبيطلعوا على السوشيال ميديا كتير. لو جيت مثلا اجيب حد منهم، كل اللي هو هيقوله لي ايه؟ والله انا اقل حاجه باخدها مثلا 70,000، انا اقل حاجه باخدها 80,000. ده غير البراند اللي انت ممكن ان انت لازم تديله منه. لو انت مثلا البراند بتاعك براند لبس، كل البراندات اللي هو بيقيسها هو هياخدها. ليه؟ لان هو ما ينفعش يكون جربها ومش هيلبسها بعد كده، عشان خاطر الناس لما تساله يقول ان البراند ده بتاعك انت. ده غير مش كده وبس بقى، لو كمان انا مسافر سفريه، والسفريه دي انها مثلا وليكن هتقف معايا على 20,000، هتقف معايا ب50,000، لا ده هم كمان بيدعموني ان انا ممكن ادفع 20 بس مش 50. وفي حال ان انا انزل لهم اعلان، في حاله ان انا ممكن اطلع الرحله دي او اطلع السفريه دي فور فري كمان، ما ادفعش اي حاجه خالص. ليه؟ عشان خاطر بس الدعايه والاعلانات اللي هم هيعملوها لي. لا، وكمان بياخدوا فلوس. تقدري تقولي لي انت بتعملي حاجه زي كده؟ اكيد لا. فليه بقى انا اساوي حياتي بيهم؟ ليه ان انا اخرب على بيتي بمعنى اصح زيهم؟ يعني هم حياتهم كده، هو عارف ان مثلا المدام بتطلع بتسوق اعلانات، بتطلع تعمل حاجه، فبالتالي بتاخد فلوس. ده شغلهم ودي حياتهم. هم مثلا عندهم قبول، عندهم حاجات تانية بيقدروا ان هم يعملوها، انت مش تقدري ان انت تعمليها. فمعنى كده انت هتسكتي؟ لا، انت عيشي على قدك، يعني حياتك زي ما هي، ما تحاوليش ان انت تباني ان انت اوفر قوي. يعني بيطلعي كل سنه، غيرك مش لاقي على فكره، غيرك ممكن ما يكونش بيطلع مصايف اصلا بال3 وال4 سنين، وانت برضو مش عاجبك. فبيبقى المشكله هنا عند الزوج وعند الزوجه، ان مثلا الزوج شايف انها قصرت في حقي شويه، فلا انا هبص لواحده تانية. الزوجه شايفه ان هو قصر معايا شويه في المصاريف، فلا اشمعنى دي واشمعنى دي. بيبتدي المشاكل تبان من الطرفين مش من طرف واحد. وغير كده وكده بقى، ان احنا لو جينا مثلا ما بيننا اطفال، يعني زوج وزوجه متجوزين وما بينهم اطفال، وحصل خلاف ما بينهم، الاطفال دي بتتعرض للعنف الاسري والتفكك الاسري كمان. ان انا عشان خاطر اساعد ابني او اساعد بنتي ان هم يطلعوا من المشكله دي، بتبقى بعد سنين، وان انا لازم اروح لدكاتره نفسيين، وان انا لازم اوديهم اماكن معينه يتعالجوا فيها بسبب العقد اللي انا عملتها لهم، لان هم مش قادرين ان هم يبداوا حياتهم
حياتهم من جديد، بمعنى اصح مش قادرين ان هم يبداوا حياه جديده بناس جديده، شايفين ان الناس كلها حواليهم بتوع مشاكل وبس. كل الناس اللي حواليهم هتبتدي انها تدخلهم في مشاكل نفسيه ومشاكل جسديه. كل ده انت هتلفي بيه بابنك او بنتك. يبقى بدل ما انت ما كنت في ايدك ان انت تحمدي ربنا وتمشي عادي زي اي حد ما هو ما ماشي قبل السوشيال ميديا عامه ما تظهر بالشكل ده، ما كانش هيبقى في نسبه الطلاق دي كلها. لكن دلوقتي نسبه الطلاق بقت تزيد بسبب ان ده خد مني ترند ودي خدت مني ترند، او دي عملت اتيليه زي اللي انا كنت عايزه اعمله، او دي سرقت افكاري، او دي عملت ودي عملت ودي عملت. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده تفاهات. يعني انا في ظل غلاء الاسعار اللي احنا فيه مثلا، والدوله انها مديونه وكل ده، اجي انا من النص كده الاقي واحده طالعه انها بتتفسح هنا وبتتفسح هنا ومنزله صورها في اكتر من دوله بره مصر والدنيا معاها تمام. يبقى معنى كده ببتدي ان انا ابص ان انا اللي فيها حاجه غلط، انا اللي منفعش، انا بالتالي حياتي مش منطقيه. انا عايزه ابقى زيها. تبقي زيها بصفتك ايه؟ تبقي زيها بانهي امكانيات؟ يعني مثلا هي ممكن تكون امكانياتها مدياها حاجه زي كده، انت امكانياتك مش مدياكي. حاولي ان انت تشغلي وقتك او ان انت تستفيدي من وقتك بحاجه تانية هتفيدك انت، مش عشان الناس تقول عليكي حاجه تانية. ده مبدئيا بالنسبه للسوشيال ميديا. بالنسبه بقى لفكره ان انت شخص مطلق او شخصه مطلقه، يعني احنا لما بنيجي نتكلم نقول لك ايه؟ تقول لك دي مطلقه، مالكش دعوه بيها، المطلقه مش كويسه، المطلقه مش محترمه، المطلقه ملهاش اهل. ليه ملهاش اهل؟ هي قبل ما تكون مطلقه مش كان ليها بيت وكان ليها زوج وكان ليها اولاد وكان ليها دنيا وكنتوا بتحترموها وتقفوا معاها وبتتكلموا معاها عادي؟ الزوج برضو لما يكون منفصل بيبتدوا يبصوا له اللي هو انت عملت ايه؟ هل انت بخيل؟ هل انت ما بتصرفش؟ هل انت ما تنفعش؟ هل برضو اسئله كتير بتدور حواليه، مع ان ممكن يكون اختلاف وجهات النظر، الناس مش هتقدر انها تتعايش مع بعض. انا ليا طبع وهو ليه طبع، احنا ما قدرناش ان احنا نطبع بطبع بعض، فاوريدي خلاص ما حصلش نصيب. مش معنى كده ان انا اجرمت ان انا ما ينفعش ان انا اكمل حياتي، ان المجتمع يبص لي نظره ما تعجبنيش. ليه كل ده؟ كل ده عشان انا ست مطلقه. وفيها ايه يعني لما اكون ست مطلقه؟ مش احسن ما افضل طول حياتي مقهوره على نفسي واموت بمعنى اصح نقص عمر؟ كل اللي احنا بنعمله ناتج افعالنا. انا والله مش متفقه انا وزوجي وهو ما بانش في ايام الخطوبه وهي ما بانتش ليك في ايام الخطوبه، خلاص كل شيء اسمه النصيب، ونبتدي ان احنا نبعد عن بعض بشكل مناسب وبشكل يليق، حتى لو في اطفال، بحيث ان الاطفال ما يبقاش عندهم عقد نفسيه. دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ما يبقاش موت وخراب ديار. ان انا مطلقه وكمان ولادي عندهم عقد نفسيه، ولادي مش هيقدروا ان هم يخشوا في اي ريليشن بعد كده. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يعود ليكوا انتوا في الاخر. دي النقطة اللي بعدها. نيجي بقى للنقطة الأخيرة وليس أخيرا، اللي هي الخيانة. ولما نيجي نتكلم مثلا عن موضوع الخيانة هنتكلم مش من ناحية الزوج بس. دايما ان احنا شايفين ان الزوج هو الوحيد اللي بيخون. لا، عامة مش الزوج هو الوحيد اللي بيخون. الزوج ممكن يكون عنده أسبابه وانت ما تقدريش ان انت تسامحيه، ده حقك. برضو الزوجة لما تخون من حقه ان هو ما يسامحش، ومن حقه ان هو ما يقفش في صفها، لان الخيانه وضع ده مبدأ لا يتجزأ عامة، سواء من الطرف ده او من الطرف ده. انا دلوقتي لما اجي اشوف ان زوج قتل زوجته لمجرد ان هو شك فيها عامة، هو بيتحاسب في القانون. ولما اجي اشوف ان زوجة قتلت جوزها عشان خاطر حاجات فاضية، او عشان خاطر كانوا بيتخانقوا على فلوس، او هم كانوا بيتخانقوا عشان حاجة، هي هتتحاسب وهتتعاقب. كل حاجه وليها عقابها وليها حسابها. بس انا دلوقتي لما اجي اتكلم مثلا عن الخيانه واقول لك انت مش مدياني حقوقي، انت مقصره، انت ما كنتيش كده قبل الجواز، بعد الجواز انت اتغيرتي، فابتدي ان انا اخونك من الباب للطاقه، مش هقعد واتكلم معاكي. في الحاله دي الزوجه بيحصل لها زي جزء كده انهيار عصبي. انا ناقص عني ايه؟ انا فيا ايه؟ انا فيا ايه زياده عامه؟ او انا فيا ايه ناقص عنها؟ انا في حاجه مش مظبوطه. انت ما بقتش تحبني ليه؟ انت مش كنت بتحبني قبل الخطوبه؟ انت مش واخدني عن حب، ولو واخدين بعض عن صالونات حتى العشره بتفرق. فكل دي اسئله بتبتدي انها تدور في دماغها. هي انا مش هقولك ان ده حرام وده غلط، لا، انت حلال ليك ان انت تتجوز 4، بس انت هتعدل ما بينهم. هل انت فعلا هتطبق الشرع ان هو لو انت مثلا لو واحده مش بتخلف وانت من حقك ان انت تخلف، او انت من حقك ان انت يكون عندك اولاد زي اي حد، روح قول لها انا محتاج ان يكون عندي ابن. لو هي وافقت تكون زوجة تانية ليها، او بمعنى اصح ان يكون ليها زوجة تانية، تمام، اتكل على الله، بس مش من وراها.
يعني مش عشان انت خايف ان انت تعمل حاجه زي كده قدامها ان انت تروح من وراها واتكلم عادي واخرج معاها وصاحبها واروح واجي مع واحده تانية غيرها عشان خاطر مراتي اهملت فيها شويه. طب ما تكلمها، ما تعرف الاسباب ايه. مش يمكن متضايقه منك فهي اتغيرت؟ ليه دايما انت واخدها بالوجه السوء؟ انت برضو لو جوزك اتغير من معاكي في الطريقه مثلا، انا لو جوزي اتغير معايا انا هروح اكلمه، مش هروح اقول ده شاف له شوفه تانية، ده شكله يعرف واحده تانية، اروح ادور وراه وافتش واشك واخلي الشك يخش ما بيننا. لو الشك دخل ما بينكم العلاقه باظت. ده مبدئيا اي علاقه بيدخلها اي شك في الدنيا بتبوظ ما بتكملش. لما نيجي بقى نتكلم ان الزوجه كمان لما تشك في زوجها، هو من حقها ومن حقك انت كمان ان انت تشك، بس انا لما اشك فيك انت مديني كل المبررات ان انا اشك فيك، وانت لما بتشك فيها بتبقى مديلك برضو كل المبررات ان انت تشك فيها. يعني ما ينفعش انها تكون مثلا عامله لي كل حاجه في الدنيا وانا اروح اخونها، دي قله اصل، مش اسمها خيانه، دي اسمها قله اصل. ده مبدئيا. تاني حاجه مثلا لما اجي ان انا اكون مثلا زوجي مخلص ليا جدا وان هو بيحبني وبيحترمني وبيحترمني قدام اهلي وبيحترمني قدام الناس والدنيا جميله معاه ومش مخليني ناقصه حاجه، اخونه ليه؟ برضو الغلط مش بقولك ان انت بس اللي غلطان، لا هي كمان بتبقى غلطانه وهي كمان تستاهل العقاب. انا لا متحيزه للصف ده ولا متحيزه للصف ده، بس الفكره كلها ان احنا مش عايزين خراب بيوت. يعني ما ينفعش ان انا اطلع اقولك ان انت جوزك لما يجي ما ينفعش تتنفسي جنبه. الرجاله عايزين واحده بتحب، يعني بمعنى اصح الراجل عايز واحده يحبها مش واحده عبد عنده. في ناس ممكن يكون بيعجبها الطريقه دي وناس لا. في ناس تقولك لا انا مش حابب مراتي انها تبقى خدامه عندي، انا جايبها زوجه ليا، انها بتحبني وانها مثلا تتكلم معايا كويس، انها تدلعني، انها تنفذ لي طلباتي، انها تعمل كل ده حلو. بس مش معنى كده ان انا ابقى زياده عن اللازم، ان انا ابقى اوفر. ممكن كل ده بس ما بينك وما بينه، مش قدام الناس. يعني احنا بنشوف دلوقتي مثلا ترند كده لسه طالع جديد، او مش عارفه ايه اللي خلاه ترند والله، ان واحده كل ما تقول مثلا على كلمه تمسك فيها، وشهروها وطلعوها برامج وهنا 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 وهنا. عشان ايه؟ عشان ترند طلع لواحده هي انا مش شايفاها انها بتعمل حاجه كويسه، انا كل اللي انا شايفاها انها واحده طالعه لريتش مش اكتر، لا عارفين هي مين ولا عارفين اصلها ايه ولا عارفين تاريخها ايه عامه، انها تطلع تتكلم بس في حق الراجل. ولما جت استضافوها في برنامج تقولك ويقول لها انت هتقفي في صف الستات امتى، تقول له مش سامعه. يعني معنى كده هي مش هتقف في صفكم عشان خاطر الصف اللي فيه الستات ما بيجيبش ريتش. هي شافت ناس كتير طلعت في ريتش بتاع الستات، فهي حبت تكون يعني بمعنى اصح منحازه اكتر لصف الرجاله، وانها توصفك بالفرعون وانها تعمل كل ده. يعني هو حاجه كويسه مش وحشه بس في حدود. انا مش ضدها بس ضد انها تبقى اوفر. يعني انت لما تتعاملي مع جوزك ما تتعامليش معاه على انه حد غريب، اتعاملي معاه على انه جوزك بطبيعتك. هو لما حبك بطبيعتك، ما حبكيش عشان انت مصطنعه، ما حبكيش عشان انت بتقولي له يا استاذ محمد، ما حبكيش عشان كده. هو حبك عشان انت طبيعيه، عشان انت روحك حلوه، عشان انت اللي في قلبك بمعنى اصح على لسانك. ما ينفعش ان انا اجي اقول لك بعدين لا انت لازم تعملي لي حاجه، انت لازم ان انت تعملي لي زيها. لا، اما انت خدتني الاول عشان ايه؟ انا ممكن اغير من نفسي وابقى احسن وكل حاجه، بس مش معنى كده ان انت تقولي لا انت فيك عيوب 1 2 3. يعني انا اعرف ناس لو مثلا جت تتكلم عن عيوبها يقول لها بصي فلانه بتعمل كذا 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 كذا، انت ما بتعمليش. لا طبعا ما ينفعش انا مثلا كأمنية اجي اقعد مع حد اقول له وليكن احنا مثلا كزملاء هنا في العمل، ما ينفعش اقول لها بصي دي عملت احسن منك. لا، انا هقول لها اللي انت عملتيه كويس بس انت عارفه لو عملتي كذا هتبقي بيرفكت. يعني وليكن انا ما بعرفش انزل مثلا السوق، مثلا ما بعرفش انزل السوبر ماركت اشتري حاجات، وشايفه واحده تانية عندها الجرأه انها تنزل تشتري حاجات من السوبر ماركت. انا ممكن اقول لها ايه؟ اقول لها بصي انت ممكن لو رحت جبتي الحاجه دي من هناك انت هتبقى بيرفكت في كل حاجه.
هي ممكن تشوف الموضوع على انه حافز ليها، مش ان انت بتقارني بواحده ان انا اكره الشخص ده. يعني مثلا لما الغيره بتخش ما بين الراجل ومراته او الزوج وزوجته، لما بيحب ان هو يغيرها بيقول لها مثلا ايه، بصي صافينار، بصي لوردينا، بصي جورجينا بتعمل ايه، بصي ياسمين، بصي 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 بصي. هل انت هتصرف؟ سؤال يعني انا بجد عايزه اسال الراجل، هل انت هتصرف؟ لو هتصرف هتلاقيها احلى من ده كله. ليه؟ لان انت هتصرف اكستنشن وهتصرف ميك اب وهتصرف كل اسبوع في بيوتي سنتر واكريليك واكستنشن. اصرف هتلاقي، مش هقولك اكتر من كده، اصرف هتلاقي. انت لو ما صرفتش وهي بتعمل كل اللي في ايديها، ما تجيش تحملها فوق طاقتها. يعني هي ما تبقاش قاعده اليوم كله بتعمل لك اكل وبتذاكر للولاد ومهتميه بنفسها ومستنيه لما ترجع وبتحضر لك حاجات وانت في دماغها 24 ساعه، وتيجي تعاملها بمعنى اصح ان انت بتعملي ايه؟ يعني عادي اللي انت بتعملي 1000 مين بتعمله. طب ما هي 1000 مين بتعمله، جبتني انا ليه؟ اخدتني انا ليه؟ بعكس في واحدة تانية برضو ممكن يكون جوزها عامل لها اللي هي عايزاه، بيخرجها، بيسفرها، بيديها فلوس زي ما هي عايزة، كل سنة هدية، كل شوية هدايا بسبب او بدون سبب، وتيجي تقول لك ايه ده خانقني. خانقك من وجهة نظرك ايه؟ ده بقاش مهتم بيها زي الاول. لو هو قصر 1 سنتي ما بقاش مهتم بيها زي الاول، ولو هي قصرت 1 سنتي دي ما بقتش زي الاول. بعد الجواز دي اتغيرت. كل اللي احنا بنشوفه ده تلكيكات فارغة. انا لو شايف اني مش هقدر اعيش مع الشخص ده، ما خونهوش، ما تجاهلوش، افهمه انت عملت 1 2 3 سواء زوج او زوجة، والله تقبلت الموضوع وقدرنا ان احنا نكمل مع بعض حياتنا ونتطبع بطبع بعض، تمام كمل. لقيت ان الموضوع مش فارق معايا وان انا مش حابب ان انا اكمل، فاخرجوا بالمعروف. دي خلاصة الموضوع. لكن ان احنا نلاقي نسبة الطلاق زادت عشان خاطر واحدة طالعة تاخد ريتش بفرعونك الصغير عشان خاطر الرجاله تحبك. الرجاله ما بتحبكيش على فكره. كل ما انت ما بتخش في الترند الرجاله بتكرهك اكتر. يعني اكبر مثال ان انا ما لقيتش حد طلع شكر ان انت مثلا بتقولي جمله كويسه. يعني كل ما بشوف حد بلاقيه بيقولك احنا مش عايزين خدامه، احنا مش عايزين واحده مش مشتريينها من سوق عكاظ. احنا لما نكون عايزين نجيب واحده هنجيب واحده بنحبها، واحده ست بيت، واحده هتفهمني، واحده هتقدرني، مش واحده مصطنعه. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، واستنوني في حلقة جديدة من برنامجنا ابدأ بنفسك. كانت معكم أمنية علام. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز القصص. النهاردة هنكمل قصة سيدنا نوح عليه السلام. نوح كان عارف قومه كويس، وكان عارف انهم مجرد بيعندوه، ولكنه فهمهم انه ما يقدرش يطردهم لانهم ضيوف ربنا عز وجل، وهو برحمته اللي بيستقبل من يشاء. فضل نوح سنة ورا سنة يجادل قومه بفكر منطق الأنبياء، وهو توجيه الفكر اللي بيجرد نفسه من الكبرياء الشخصي أو المصالح الشخصية، وإن الدعوة ما بتجبرش حد إنه يدخل فيها غصب عنه ولا عايز مقابل من حد، وفهمهم إن اختيارهم هم اللي هيتحاسبوا عليه. وقعد يبتل كل حجاجهم حجة ورا حجة ويوم ورا يوم، لحد ما فضل يدعي قومه 1000 سنة إلا 50 عام. ووقتها ما كانش عدد المؤمنين بيزيد، بل بالعكس كانوا بدأوا يخرجوا عن حدود الأدب ويشتموا نوح عليه السلام. وفضلت أعداد الكفار تزيد لحد ما جاله الوحي في يوم وقال له إنه خلاص مش هيؤمن بيه إلا اللي آمن من نفسه. وربنا قال إنه ما يحزنش عليهم لحد ما دعا نوح على قومه بالهلاك، ثم أمر حكم ربنا على قوم نوح بالطوفان، وبدأ بالفعل يشتغل عليها حتى في موسم الجفاف. وده اللي كان بيخلي الكفار يضحكوا عليه ويستهزئوا بيه، وإنه بقى نجار بعد ما كان نبي. وبعد ما خلص السفينة استنى نوح الوحي من ربنا، واللي بدأ فعلا إنه يدعي المؤمنين إنهم يركبوها.
وأخذ من كل الحيوانات والطيور زوجين 2 لضمان بقاء الحياة على الأرض، واللي كان معناه إن الطوفان هيغرق الأرض كلها. وعلى الرغم من إن المية غرقت كل حاجة حتى زوجته وابنه اللي كانوا كفار وهو ما يعرفش، وعلى الرغم من إن المية غرقت كل حاجة حتى زوجته وابنه اللي كانوا من الكفار وهو ما كانش يعرف، واللي دار بينهم حوار واللي انتهى بيهم الحال انهم يغرقوا مع الكفار. ولكن من رحمة ربنا على نوح غرق ابنه كان بعيد عن عينه، وفضلت السفينة تمشي في البحر زمن طويل لحد ما رست في مكان قديم زي جبل في أرض الجزيرة أو العراق. فضل نوح يستغفر ربه بعد ما هبط بالسفينة وأطلق سراح الطيور والحيوانات فتفرقت في الأرض، ونزل المؤمنين بعد كده، وعاش نوح وقومه من المؤمنين في الأرض، وبدأ نسل قومه في التسلسل ما عدا نوح عليه السلام، وبدأ نسل قومه في تسلسل ما عدا نوح عليه السلام. فكل البشر اللي على الأرض النهاردة دول بينسبوا إلى أولاد نوح 3 سام وحام ويافس. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة. استنوني بكرة في قصة جديدة من كنوز القصص. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز القصص. النهاردة هنتكلم عن قصة سيدنا هود عليه السلام. بعد ما بلعت الأرض مياه الطوفان اللي غرق فيها الكافرين بنوح عليه السلام، بدأ الناجين والمؤمنين بعمارة الأرض، وما كانش منهم كافر واحد. مرت سنين وسنين، مات الأبناء وأبناء الأبناء، ونسى الناس وصية نوح، ورجعت تاني عبادة الأصنام، وانحرف الناس عن عبادة الله وحده، وتم الموضوع بنفس الخدعة القديمة. كان هود من قبيلة اسمها عاد، كانت بتسكن في الصحراء، وكانت مساكنهم خيم كبيرة تناسب طولهم وقوة أجسامهم، لأنهم كانوا عمالقة وأقوياء. وعلى الرغم إن ما كانش في حد في قوتهم، إلا إن عقولهم كانت مظلمة، وكانوا بيعبدوا الأصنام وبيدافعوا عنها وبيحاربوا عشانها، وبيتهموا نبيهم هود وبيسخروا منه كعادة كل الرسل، واللي كان بيرد عليهم بنفس الكلمة اللي بيقولها كل رسول بشجاعة لقومه، وهم إنهم يعبدوا ربنا الواحد الأحد. وفضلوا يسمعوه ويكذبوه في كل الحاجات اللي بيتكلم عنها زي البعث والموت، وإن الإنسان هيتعاد خلقه تاني بعد ما يتحول لتراب. وفضل الصراع بين هود وقومه عليه السلام، وفضلوا يتهموه بإنه سفيه ومجنون، واللي قالوا له إن اللي انت فيه ده بسبب غضب آلهتنا عليك. وفضل الحال على كده لحد ما أعلن هود عليه السلام براءته منهم ومن آلهتهم، وتوكل على الله اللي خلقه، وعرف إن العذاب كده كده هيقع على اللي كفروا من قومه، وهو ده قانون الحياة. هود فضل مستني وعد ربنا، وقومه برضو كانوا مستنيين كنوع من التحدي، وبدأ فعلا الجفاف في الأرض، والسماء ما بقتش تمطر خالص. قوم هود جريوا عليه وقعدوا يسألوه عن سبب الجفاف ده، وقال لهم إن ده من غضب ربنا عليهم، ولو أمنتم بيه هيرضى عنكم وينزل لكم المطر ويزيدكم قوة على قوتكم. وكالعادة زادوا في العناد وسخروا منه، وازداد كفرهم. وعلى الناحية التانية زاد الجفاف واصفرت الأشجار الخضراء ومات الزرع، لحد ما في يوم جت سحابة كبيرة وملت السماء، وفرح قوم هود وفكروا إن ده المطر. تغير الجو فجأة من الجفاف الشديد للبرد الشديد اللي من قوته بدأت الرياح تهب، وبدأت تترعش الأشجار والنباتات والرجال والنساء وحتى الخيم اللي كانوا عايشين فيها. استمرت الرياح ليلة بعد ليلة ويوم بعد يوم، وكل ساعة برودتها كانت بتزيد، وبدأ قوم هود يهربوا لخيامهم ويستخبوا فيها. ولكن من شدة الرياح الغطيان طارت وملابسهم اتقطعت،
بل وبدأت الرياح تقطع جلدهم، وما بقتش الرياح دي بتلمس حاجة إلا وبتقتلها وتدمرها وتخليها زي التراب. استمرت الرياح دي 7 ليالي و8 أيام، ما شافتش الدنيا رياح زيها قبل كده، لحد ما وقفت بأمر من ربنا ما نجاش منها إلا هود واللي أمنوا بيه من قومه. ودي كانت نهاية عادلة لكل ظالم جبار بيتحدى ربنا ويتكبر على عبادته. وصلنا لنهاية حلقتنا، استنوني في حلقة جديدة من كنوز القصص. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز القصص. النهاردة هنتكلم عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. النبي إبراهيم عليه السلام هو النبي اللي ربنا ابتلاه ببلاء فوق طاقة البشر، واللي على الرغم من حدة البلاء ده إلا إنه وفى وزاد على وفائه بالإحسان. كرم ربنا سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام تكريما خاصا بإنه خلى ملته هي ملة التوحيد الخاص النقي من الشوائب، وخلى العقل مع اللي أمنوا بيه وبدينه. وكان من فضل ربنا عليه إنه خلاه إمام للناس، وجعل في ذريته النبوة والكتاب. فكل الأنبياء من بعده من نسل إبراهيم، من أولاده وأحفاده، حتى آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. علشان كده ربنا أطلق عليه خليل الله من شدة حب ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم. وفي عهد إبراهيم كان قومه في منهم اللي بيعبد الأصنام، وفي اللي بيعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر، وفي منهم اللي بيعبدوا الملوك والحكام. وفي الجو ده اتولد إبراهيم، وكان أبوه كافر من الكفار اللي كانوا بيصنعوا التماثيل بإيدهم. وده اللي خلى لأسرته مكانة كبيرة في المجتمع، أسرة مرموقة، أسرة من الصفوة الحاكمة. كبر إبراهيم وكان طول الوقت قلبه مليان كراهية صادقة للأصنام دي، وما كانش فاهم ازاي إنسان بيصنع بإيده تمثال وبعدين يسجد له، وهي ولا بتقدر تاكل ولا بتشرب ولا بتقدر تتعدل حتى لو قلبتها على جنبها. لحد ما قرر إبراهيم إنه يواجه عبدة النجوم، وشاور في مرة على كوكب وقال لهم إن ده ربه، وافتكروا إنه فعلا خلاص اهتدى وبقى بيحب عبادة الكواكب ومحبش عبادة الأصنام. وفي نهار اليوم التاني الكوكب اللي كان بيشاور لهم عليه اختفى، وكان بيفجر لهم مفاجأة وما كانوش فاهمين إن إبراهيم كان بيسخر منهم، لحد ما قال لهم إن القمر هو ربي، وفضل يقول لهم إن إزاي نعبد كوكب أو نجم بيختفي. وكان بيقول لهم كده بكل لطف ولين، وما كانوش برضو فاهمين إنه كده بيحاول يلفت انتباههم إن اللي بيعملوه ده غلط. وفضل يكرر لهم الموضوع ده وينتقل من الشمس للقمر للنجوم، واللي كانوا كلهم بيجي عليهم الوقت ويختفوا. للأسف وقت حلقتنا خلص، استنوني بكرة إن شاء الله علشان نكمل القصة في برنامج كنوز القصص. راديو القاهرة اليوم، معاك كل يوم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية مثل. المثل اللي معانا النهاردة بينهم ما صنع الحداد. الناس بتقوله بينهم مصانع الحداد، وبنقوله دايما لما يبقى فيه 2 متخانقين. أصل المثل ده إن كان فيه راجل عربي كان متخانق دايما مع مراته، ودايما متضايقين ومتخانقين مع بعض. اليوم ده الراجل خرج من الخيمة وقال لها بيني وبينك ما صنع الحداد. الست فضلت قاعدة مستنية ومستغربة هو ايه الراجل هيجيبه معاه يكون الحداد صنعه ويخلي جوزها ينتقم منها بيه، لغاية ما الراجل رجع بالليل ومعاه قرص حديد وعصاية طويلة، وطلب من ابنه يخبط بالعصاية على القرص الحديد يعمل بيه صوت وما يبطلش أبدا. والراجل خرج من الخيمة وفضل يمشي بعيد عن الخيمة لغاية ما وصل لنقطة ما سمعش عندها صوت الضرب، فنصب لنفسه خيمة هناك وهرب من مراته جوه الخيمة دي، وكده بقى بينه وبين مراته ما صنع الحداد. ده كان المثل بتاعنا النهاردة.
برنامج حكاية مثل. راديو القاهرة اليوم معاك كل يوم.